الإفريقية الغالية، جيتي في ميعادك بالثانية. عرفتينا في الحلقة اللي فاتت على الموقع والكشوف الجغرافية. يا ترى معلوماتك اللي هتشاركينا بيها النهاردة ايه هي؟ هكلمكم عن مظاهر سطح قارة إفريقيا، يعني عن التضاريس. التضاريس هي شكل الأرض، واللي بيميز مظهر سطح قارة إفريقيا إنها متنوعة وغنية بالموارد والثروة الطبيعية. يعني تقدر تقول عندي هضاب، جبال، سهول. طب يا ترى هتكلمينا عن مين فيهم الأول؟ هكلمكم عن اللي عددهم أكبر فالأصغر ثم الأصغر. يعني هكلمكم عن أكبر مظهر سطح يغطي قارة إفريقيا، الهضاب. أنا عندي 4 هضاب، 3 أنواع من الجبال، على سهلين، على جزيرتين. أول هضبة مين؟ هضبة شمال إفريقيا. خليها تتكلم عن نفسها. أنا أكبر هضبة بأفريقيا من حيث الاتساع، بس برضو الحقيقة قليلة الارتفاع. بمتد بحري أحمر في الشرق، والمتوسط شمالا، أطلنطي كده في الغرب، ووسط أفريقيا جنوبا. جنوبا جنوبا. طب في حاجة تانية عنك تتقال؟ مصر جزء مني، وبنحدر نحو الشمال، وغنية بالتضاريس. عندي صحراء، واحات، منخفضات، جبال. ياه، كل دول عندك؟ طب زي مين يا ترى؟ راح أقولك من سوكات اسمه العوينات. ده حتة جبل موجود في 3 دول: ليبيا، السودان، ومصر، وبالتحديد جنوب غرب مصر. تعرف ايه تاني عندي موجود برضه في مصر؟ خفض القطارة في مصر، واحد سيوة في مصر. أمال إيه واحد الجوف؟ لا، دي في ليبيا يا عالم. وعندي الصحراء الكبرى، أكبر صحراء في العالم. طب الهضبة التانية إيه هي؟ دي هضبة الحبشة، الهضبة الأثيوبية. كلمينا عن نفسك. منبع موسمي من نهر النيل علشان أمطاره صيفية. دي أنا. موجودة في شرق القارة، تمتاز بخصوبة التربة. دي أنا. خصوبة التربة دي بالطفوح البركانية أدت لقيام زراعة، أدت لقيام حضارة. عندي أنا. أعلى هضبة في أفريقيا، طبعا أنا أعوذ بالله من كلمة أنا. مغرورة قوي هضبة أثيوبيا دي. أمال إيه هي الهضبة اللي موجودة في وسط القارة الأفريقية؟ دي أنا. أنت مين؟ أنا هضبة البحيرات الاستوائية. طيب ممكن تكلمينا عن نفسك؟ هقول وتقولوا معايا. يلا بينا. موجودة في وسط أفريقيا، يعني خط الاستواء بيمر عليكي. منبع دائم أنا للنيل، يعني مطر طول العام بيسقط عليكي. قمم جبال بركانية، بحيرة عذبة اسمها فيكتوريا، دول موجودين عليكي. وبنحادر نحو الشمال، بارك الله فيكي. الهضبة الرابعة هي الهضبة الجنوبية. ممكن مفيش داعي. أنا كلمتين يدوب. بنحدر نحو الشرق وبقع في الجنوب، بس جنبي في الشرق في بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه جنبي؟ الأخدود الأفريقي العظيم يا ماما. مين ده؟ ده مجموعة انكسارات بطول قارة أفريقيا، من الجنوب للشمال، من ناحية الشرق، شرق قارة أفريقيا. أقول لك تاني عنه؟ قوليلي. خليج عدن، بحر أحمر، وخليج عقبة. التلاتة دول جزء منه. طب يلا بينا بقى من هنا، يلا. احنا كده خلاص خلصنا الهضاب، يبقى هنتكلم دلوقتي عن مين؟ جه الدور على الجبال. أنا عندي 3 أنواع من الجبال، متقسمين حسب سبب التكوين. أولهم مين؟ عندي جبال التوائية زي أطلس والكاب، نشأوا بحركة التوائية في باطن الأرض. الكاب في جنوب القارة، أطلس فين في القارة؟
في شمال غرب على الساحل. جبال أطلس على الساحل من فين لفين تمتد؟ من جنوب المغرب مرورا بالجزائر حتى تونس تمتد، وأعلى قمة فيها زي الكتاب ما قال دي موجودة بالمغرب واسمها طوبقال. جبال أطلس 2 يعني سلسلتين من جبال متوازية، سلسلة شمالية اسمها أطلس التل، سلسلة جنوبية اسمها أطلس الصحراء. بينهم هما الاتنين هضبة الشطوط موجودة في الجزائر، ده موقعها المظبوط. والنوع التاني من الجبال الجبال الانكسارية، وجبال البحر الأحمر سلسلة من نوعية دي، ظهرت الانكسار في القشرة الأرضية في الشرق. في الشرق ليه؟ هي جزء من مين؟ من الأخدود الأفريقي العظيم. يا مامي انت جيت تاني. وأعلى قمة فيها شايب البنات، ده موجود في مصر، والبلاد الموجودة فيها إريتريا، السودان، ومصر. بس النوع الثالث من الجبال الجبال البركانية اللي كونتها ثورانات بركانية. طب زي مين؟ بص هناك في الجنوب الأبخرة دي، دي طالعة بطول برج. ما هو جبل من الجبال البركانية واسمه درا كينزبرج. طب في وسط القارة في زي جبال تانية، طبعا كينيا، كيليمنجارو في تنزانيا. وكيليمنجارو أعلى قمة في القارة، وفي تلج على قمته بالمرة. تلج جاله منين؟ ده عند دايرة الاستواء، يعني في وسط القارة من الارتفاع. مش بقولك أعلى قمة في القارة؟ الجبال دي كلها إيه أهميتها يا ترى؟ أهمية الجبال بتدعم الأنشطة الاقتصادية في نقطتين: السياحة والصناعة ويا التعدين. الجبال من الناحية السياحية بتتميز طبعا بالمناظر الطبيعية اللي بتجذب السياح ليمارسوا أنشطتهم السياحية. طب والجبال مع الصناعة ويا التعدين مليئة بالمعادن التي تدخل في كثير من الصناعات، مثل ذهب، فضة، حديد، ونحاس، ومعاهم فوسفات. طب احنا كده يبقى خلصنا الكلام عن الهضاب والجبال. يا ترى يا قارة أفريقيا هتكلمين عن مين دلوقتي؟ تعرف مين اللي في تعريفه بنقول أرض مستوية أو شبه مستوية؟ ها، دي هي السهول. مين اللي في تعريفه بنقول أرض مستوية أو شبه مستوية؟ دي هي السهول. السهول 3 أنواع: سهول فيضية بجوار النهر، سهول ساحلية بجوار البحر، والصحراوية. سهول فيضية كونها نهر زي النيل، نيجر، والكونغو. بما تفسر سهول وادي النيل في مصر والسودان تربتها خصبة؟ إجابتها سهلة جدا، اسمعها مني. لأنها تكونت من طمي نقل نهر النيل في الصيف من هضبة الحبشة. السهول الساحلية السهول الساحلية عندنا في شرق القارة وفي شمالها وفي غربها. في شرق القارة سهول بحر أحمر ومحيط الهندي، شمالها سهول بحر متوسط، وفي الغرب المحيط الأطلنطي. بس قبل ما نتعرف عليهم في سؤال: بما تفسر اختلاف اتساع السهول من منطقة لأخرى على الساحل؟ هنقوله بسبب اقتراب أو ابتعاد المرتفعات عن الساحل. أول سهل معانا ساحلي هو سهل البحر الأحمر. يا ترى السهول دي واسعة ولا ضيقة؟ ضيقة، لاقتراب جبال البحر الأحمر من الساحل في مصر، وغنية بالمعادن ومصادر الطاقة موجودة في شرق القارة، يعني موجودة في السودان وإريتريا ومصر. طب إيه حكاية سهول المحيط الهندي؟ دي ليها حكاية مع بلدين، هتلاقيها واسعة في تنزانيا، أما في كينيا بتضيق. ليه؟ تعرف ليه؟ لاقتراب هضبة البحيرات الاستوائية من الساحل. طيب سهول البحر المتوسط في الشمال يا ترى حجمها ايه؟ هنقول الأول حجمها في مصر. سهول بحر متوسط واسعة في مصر، بلس كمان وجود أمطار شتوية أدوا إلى
وجود نباتات طبيعية ومحاصيل زراعية. ما شاء الله. طب السهول دي أخبارها إيه في المغرب العربي؟ سهول بحر متوسط في المغرب بتكون ضيقة عشان جبال أطلس من الساحل قريبة. آخر سهل ساحلي معانا في قارة أفريقيا هو سهول المحيط الأطلنطي. يا ترى أخبارها إيه؟ لا، دي السهول اللي هي واسعة وغنية بالحقول الزراعية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الهضاب والجبال والسهول. فاضل مين يا قارة أفريقيا؟ فاضل جزر قارة أفريقيا. هما اتنين من غير ما تفكر، جزر القمر شمال غرب مدغشقر، والتانية جزيرة مدغشقر. وجزيرة مدغشقر أكبر جزيرة موجودة في القارة في المحيط الهندي الشرقي، يفصلها عن الساحل الشرقي مضيق اسمه موزمبيق. شفت بقى قد إيه قارة أفريقيا غنية بمواردها المائية؟ بس يا ترى دولها الأفريقية هيسيبوها كده ولا هيعملوا إيه؟ أقولك، خد مني الكلام واحفظه زي ما هو. قارة أفريقيا مليئة بمواردها المائية، ودولها الأفريقية تحرص الآن على استثمارها بشكل مستدام من أجل تحقيق الاقتصاد الأزرق. والاقتصاد الأزرق يعني نبص لقدام، هو استثمار موارد مائية بشكل مستدام. عندنا مياه ياما من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقضاء على الفقر. طب والغذاء يا صديقي؟ الاكتفاء الذاتي من الغذاء مع الحفاظ على النظام البيئي. واسيبكم ونتقابل مع حلقة جديدة ومعلومات تانية مفيدة. مع السلامة.